عشية اجتماع دول البريكس. منظمة البريكس ستعقد اجتماعا مهما يومي أو بين يومي 22 و 24 أوت الجاري. اليوم وزيرة الخارجية الجنوب إفريقية ناليدي باندور نشرت قائمة الدول التي تريد الانضمام إلى عضوية المجموعة، وقالت جنوب إفريقيا وهي آخر دولة انضمت إلى مجموعة البريكس التي تأسست عام 2009 أن هنالك 44 دولة تريد أن تنضم إلى مجموعة البريكس، ولكن 23 دولة قدمت الطلب بشكل رسمي. تم اليوم نشر قائمة الدول التي تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى منظمة بريكس، وهي الجزائر. تعرفون بأن الجزائر قدمت طلبا في هذا السياق منذ فترة، وهذا الطلب الرسمي كان قد تم الإعلان عنه وتوفير الظروف المناسبة، وحتى كان هنالك اهتمام كبير رسمي وأكاد أقول شعبي بالبريكس، حتى اللي ما كانش يعرف البريكس ولا يعرفها. الجزائر، الأرجنتين، بنغلاديش، البحرين، بيلاروس، بوليفيا، فنزويلا، الفيتنام، كوبا، هندوراس، مصر، إندونيسيا، إيران، كازاخستان، الكويت، نيجيريا، فلسطين، السعودية، السنغال، تايلاند، الإمارات، إثيوبيا، المغرب. المغرب اليوم آخر دولة قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى البريكس. معليش عاند ولا تحسد، أوكي، لأنه حتى البعض كان يقول واش تديروا بها البريكس، أنتم اقتصاد منهار، وهما يعني أسبوع قبل اجتماع جنوب إفريقيا قدموا طلبا رسميا. فوزيرة خارجية جنوب إفريقيا اليوم نشرت قائمة الدول المعنية بتقديم هذا الطلب الرسمي، وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي عن جدول أعمال هذا الاجتماع: سيبحث زعماء بلدان بريكس أثناء القمة مسألة توسيع المنظمة. يعني نقطة أساسية هي توسيع المنظمة، رغم أن الاجتماع الأخير يعني لو تذكرون وزير جنوب إفريقيا مع بقية وزراء الدول التي تمثل البريكس قالوا بأنهم لم يتفقوا على المعايير النهائية لقبول العضوية، وسيرفعون تقريرا بهذا الشأن إلى اجتماع القمة الذي سيكون هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم. فقلت بأن سوف يناقشون توسيع المنظمة، وأيضا هنالك نقاش آخر. يعني وزيرة جنوب إفريقيا كانت متحفظة، ولكن سفير جنوب إفريقيا لدى البريكس اليوم السفير أنيل سوكلال في مقابلة صحفية بمكتب بلومبرغ في جوهانسبرغ أكد بأن المجموعة المؤلفة من 5 دول ناشئة تعتزم مناقشة تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة بين الدول الأعضاء، وهذه نقطة بالغة الأهمية، لأنه أصلا البريكس تأسست حتى تخلق عالم ثنائي القطبية ولمواجهة الدولار الذي تهيمن بواسطته الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي، وبالتالي على السياسة وعلى القرار العالمي. وأضاف السفير سوكلال في مقابلة صحفية أن المحادثات ستركز على عدة قضايا، منها إنشاء نظام مدفوعات مشترك، فيما يرجح تشكيل لجنة فنية لدراسة مقترح إطلاق عملة مشتركة. واستطرد في هذا المؤتمر الذي عقد في جوهانسبرغ كما قلت بأن المجموعة لا تخطط لمناقشة استخدام عملتها المرتقبة بديلا للدولار بحكم الواقع. تعرفون بأن البريكس قدمت على أساس أنها ضد الدولار، ضد الولايات المتحدة الأمريكية. فالسفير سفير جنوب إفريقيا في هذه المنظمة كان صريحا، قال: تشيع وجهة نظر مؤسفة مفادها أن بريكس تعادل الغرب، وأن المجموعة أنشئت لمنافسة مجموعة دول السبع أو الشمال العالمي، وهذا غير صحيح. طبعا هو السفير مضطر أن يقول كلام دبلوماسي، ولكن الواقع الاقتصادي أن مجموعة البريكس تواجه مجموعة السبع، وإلا لما انشغلت مجموعة السبع بهذه المجموعة، وإلا لما انضمت كل هذه الدول أو أرادت إلى مجموعة البريكس بحثا عن التوازن في الاقتصاد العالمي. يقول سفير جنوب إفريقيا: هدفنا النهوض باقتصاد الجنوب العالمي وبناء هيكل دولي أكثر شمولا وتمثيلا وعدلا وإنصافا.
نقطة العملة الموحدة بالمناسبة، موقف الهند متحفظ جدا بشأن هذه النقطة. أذكركم بأن البريكس هي مساحتها تشكل ربع مساحة اليابسة في كوكب الأرض، عدد سكانها يقارب 40% من سكان الأرض، تمتلك 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومن المتوقع بحلول عام 2050 أن تنافس اقتصادات هذه الدول اقتصاد أغنى الدول في العالم حاليا حسب التقارير الدولية المنشورة عن هذه المنظمة. فبالرجوع إلى قائمة الدول التي تقدمت بصورة رسمية لطلب عضوية البريكس، وما حظوظ الجزائر عشية هذا الاجتماع المهم الذي يعقد في جنوب إفريقيا. أيضا الجزائر قدمت إسهاما ماليا مهما للبنك الذي تمتلكه المجموعة، وكان الرئيس الجزائري قد صرح في آخر خرجاته الإعلامية بأن الجزائر قطعت خطوات كبيرة جدا في الانضمام ولو كملاحظ إلى هذه المجموعة، وتحوز على موافقة 3 دول من مجموع 5، مع انتظار طبعا نتيجة الاجتماع الذي سيكون في